السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شكرا على التفاعل ديالكم على البودكاست ديال الاخ سيمو لايف اللي شايره معنا الحكمه ديالو، الويزدم ديالو، داكشي علاش مشات الفيديو مزيان. الناس محتاجين داكشي. انا شنو لاحظت في هذا البودكاست هي ان الناس متعطشين المحتوى هادف، متعطشين المحتوى كيبدل المايند سيت، متعطشين لهذا النوع ديال المحتوى. والاخ سيمو شايره معانا داكشي والناس عجبهم الحال بزاف. انا ما عنديش مع المؤامره، ما كنبغيش ندخل داكشي الكونسبيراسيون في دماغي، ولكن يوتيوب ما طلعش هذا الفيديو في الطوندونس المغرب في التريندينغ. ما كنقولش لكم بغينا نكونوا في الطوندونس، ولكن بحكم الفيوز اللي دارت، بحكم في 4 السوايع ونص، بحكم داكشي كامل كان خاصها تطلع في الطوندونس، حيت كاينين فيديوهات اخرين ضاربين قل بفيوز قل. المهم ما عليناش، انا كنقول ان المحتوى الهادف، وهذا الشيء كامل كيخلينا نفكروا في توجه السوشيال ميديا عموما. تيك توك، تحديات، شطيح، برانكس، داكشي كيشجعوا عليه. علاش؟ داكشي الهادف ما كيمشيش فايرال بحال داكشي الاخر، ولكن الناس كيقلبوا عليه وباغينو. والدليل على هذا الشيء هو هذا البودكاست اللي دار مع الاخ سيمو، وكاين احتمال كبير ان تكون ان شاء الله بارت 2 ديال هذا البودكاست. السلام عليكم.